ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده هنعمل وصفه مع بعض هتحبوها قوي، وصفه سكين كير. بنشتريها بمبلغ. ان شاء الله هنعملها بمكونين اتنين بس، والنتيجه بجد هتبهركم في الاخر. هنعمل هايلايتر. الهايلايتر دلوقتي بقى سعره بجد اوفر جدا. الاول اصلا سعره كان عالي، فمع الزياده طبعا بتاعت دلوقتي هيبقى سعره اوفر جدا. هنعمل بقى الهايلايتر في البيت بمكونين اتنين بس. وان شاء الله زي ما قلت لكم النتيجة هتبقى حلوة جدا. عايزة اعرفكم بس الهايلايتر اللي هو الجليتر اللي بيتحط على البشرة، سواء على البشرة زي ما قلت لكم او على الجسم. هنعملها بمكون طبيعي جدا مفهوش اي غلط على البشرة، من غير كيميكال. فان شاء الله الوصفة هتبسطكم جدا. تعالوا بقى نشوف المكونات بتاعته ايه. زي ما قلت لكم هما مكونين اتنين. مكونات بسيطة جدا وان شاء الله هتلاقوها متوفرة. ده فازلين بيتجاب من عند العطار. انا بجيبه من عند العطار، في طبعا منه في الصيدليه، بس الصيدليه بتبقى علبه صغيره جدا، مش بتكفي معايا وصفات كتير، فانا بجيب كميه من العطار. يعني مثلا بجيب ربع كيلو. الربع كيلو بيقعد معايا كتير جدا، بستخدمه في حاجات كتيره جدا، وكنا استخدمناه من فتره تقريبا كده 6 شهور او 8 شهور. استخدمناه في المخمريه. عملت معاكم المخمريه، بجد كانت تحفه جدا، والناس اللي جربتها كمان عجبتهم قوي. وزي ما قلت لكم هي ما فيهاش كيميكال، الحاجه اللي بنعملها في البيت مش بيبقى فيها كيميكال، فطبعا مش مضره اطلاقا على بشرتنا. هسيب لكم اللينك تحت بتاع المخمريه في الديسكريبشن اللي حابب يشوف الفيديو. وتعالوا بقى نشوف الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده. الكميه اللي انت عايزاها. انا هنا حطيت معلقتين كبار من الفازلين، وهسيحه في الميكروويف 20 ثانية 30 ثانية كده لحد ما يسيح معايا، علشان خاطر اعرف امزج بقية المكونات. تمام. طيب كنا بقى عاملين المخمرية اللي قلتلكوا عليها. اهي. انا بقى هعمل حركة حلوة جدا علشان اوفر في الفازلين، وكمان انا كنت عاملة كذا واحدة من المخمرية دي، فعندي بصراحة كمية. فهعمل ايه بقى؟ بصوا بقى. هاخد علبة من المخمرية اللي انا كنت عاملاها، وهفضيها. هفضيها هنا وهسيحها كأنه فازلين عادي جدا. انتوا ما تتلخبطوش، انا بس عشان عندي كمية كبيرة من المخمرية، فهحطها مكان الفازلين. انتي تقدري تستخدمي فازلين، كده كده احنا هنحط زيوت عطرية. تمام. كأنك حطيتي المخمرية بالظبط. هي المخمرية اصلا عبارة عن فازلين وزيوت عطرية وتركاية كده. ابقوا شوفوها في الفيديو، او كام تركة كده طبعا عشان ما اطولش عليكم بس الفيديو ده. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هحط المخمرية هي اللي تسيح مكان الفازلين. تمام. انا هشيل بس الفازلين ده وهحط مكانه المخمرية. اهو. هاخد معلقتين هاخد معلقتين الفازلين كده، وهحط بقى المخمرية. بصوا بجد كنا عاملينها مع بعض كانت تحفة. شايفين؟ عاملاها من فترة كبيرة زي ما قلت لكم، من 8 شهور كده تقريبا، وما حصلهاش اي حاجة خالص اطلاقا. يعني ريحتها زي ما هي ثابتة. مجرد ما فتحت العلبة، مجرد ما الريحة خرجت. ريحتها حلوة جدا. زي ما قلتلك تقدري تجيبي الفازلين، ولو ما عندكيش مخمرية يعني، او على فكرة ممكن كمان بأي كريم مرطب. اي كريم مرطب انتي بتحبيه تقدري تعملي كده، تقدري تستخدميه في الوصفة، هيبقى تحفة برضو. اللي موجود عندك بقى اشتغلي بيه. تمام. انا هاخد اهي المخمرية وهسيحها في الميكروويف زي ما قلت لكم على درجة حرارة 20 او 30 لحد ما المخمرية عندي تسيح. هرجع لكم تاني. بصوا هنا الفازلين ساح، او المخمرية هي سخنة بس شوية. بصوا اهي ساحت اهي خالص. حتى لو فيها حتت بسيطة كده مش مشكلة، هي هتسيح بقيتها مع السخونية.
تمام. هعمل ايه بقى؟ سواء استخدمنا فازلين، مرطب، مخمرية، اي حاجة، هنحط زيت عطري او تستر. هقول لكم بس انا مش هنستخدم طبعا كل الزيوت العطريه دي، هنستخدم نوع واحد بس انا حبيت اوريكم ان الزيت العطري بيبقى ليه اكتر من ريحه. يعني ده اهو ريحه الورد، ده اللافندر سوري، ده الورد، ده الليمون. وبجد الليمون مع المخمريات والحاجات اللي بتتحط على البشره دي بيبقى ريحته تحفه تحفه. والبرتقال كمان احلى واحلى. فتقدروا تستخدموا اي نوع زيت عطري بتحبوه، او التستر بتاع اي برفن برضو بتحبوه. التستر يا ريت لما تيجوا تعملوه تخلي اللي بيعمله لكم، لو انتوا هتعملوه يعني لو هتشتروه جاهز طبعا الحاجة الاوريجينال مش بيبقى فيها كحول كتير. انما لو هتعملي مثلا الريحة اللي انت بتحبيها، يبقى تعرفي اللي هيعملها لك ما يحطش كحول كتير. يعني مثلا الكحول يبقى لحد هنا، تمام. بنسبة مثلا 10%. 10% كمان كتير، ممكن نخليه 5%. الكحول الكتير على البشرة غلط، انا اصلا ما بحبش احط كحول على بشرتي نهائي. بس لو انتي بتحبي برفن معين بعيد عن الزيوت العطرية دي، تقدري تستخدميه، بس يا ريت تخليه يقللك الكحول. وباقي التستر يكون من البرفن اللي انتي بتحبيه. تمام. زي ما قلت لكم الكحول بيعمل مشاكل للبشرة ومش بيبقى حلو خالص بصراحة، مش بحب استخدمه. تمام. في حاجة بقى تالتة اللي هو مسك الطهارة، طبعا كلنا عارفينه. برضو تقدري تستخدميه كبديل للزيت العطري او البرفن. تمام. انا هنا بقى هحط اللافندر، انا بحب ريحة اللافندر قوي. هحط شوية صغيرين مش كتير. ليه بقى؟ لان المخمرية اصلا اوريدي فيها ريحة، يعني احنا كنا حاطين لها اصلا. والمرطب برضو لو ريحته قوية برضو بتستخدمي شوية صغيرين. الفازلين بقى لو انت حاطة فازلين خام بس، هتستخدمي بقى كتير بقى، يعني هتحطي شوية حلوين. ممكن مثلا الغطا، مقدار الغطا بتاع الزيت، دي الكمية اللي انت تحطيها. اهو بصوا الريحة بقى طلعت تحفة تحفة. طيب التركاية بقى بتاعة الهايلايتر. بصوا عندكم حلين، عارفين انتوا العلب اللي هي بتاعة الاي شادو او اسمه ايه، روجاجو او اسمه ايه بتاع الميك اب ده. بتفضيه وتحطيه هنا، تمام. او بصوا بقى، طبعا انا زي ما قلت لكم انا ما بحبش احط اي كيميكال كحول، الكلام ده كله ما بحبش احطه خالص على بشرتي. فبستخدم بحط البديل بتاعه، بتبقى حاجات طبيعية زي كده. ده بيجيب من عند مستلزمات الحلواني، هتروحي تقولي له عايزة داست، ده اسمه داست. او لو قلتي له عايزة الجليتر العادي اللي بنستخدمه للاكل هيديهولك يعني. تمام. عندك لونين، اللونين دول بصراحة انا بستخدمهم في الهايلايتر، بيبقى حلوين جدا. في الوان تانية كتير، في روز جولد، ده روز جولد سوري في بينك، في سيلفر. في الوان تانية بس هم اكتر لونين بحب استخدمهم، هم دول الجولد والروز جولد او الاكسدي حسب ما بتسموه يعني. هوريكم، حتى انا كنت عامله من فتره بس ما عملتهاش معاكم يعني، كنت عامله من فتره كبيره جدا. اهو بصوا الروز جولد واحده اهي. اي علب بقى عندك هتقدري تستخدميها، علبة مخمرية زي كده خلصت. دواء، انا استخدمت اهي، دي علبة الدواء، غسلتها كويس وحطيت فيها المخمرية او اي حاجة انا بعملها. بصوا بقى، مش عارفة الاضاءة باينة ولا لا، استنوا هعلي الاضاءة شوية. بصوا شايفين؟ ده الروز جولد. انا النهاردة هعمل معاكم الجولد، تمام، عشان بس ابقى غيرت يعني مش كله عملته نفس الدرجة. ده كنت عاملاه من فترة وبصراحة عجبتني جدا. انا هاخد بس حتة اوريكم يعني. بصوا شايفين؟ تحفة. ده بقى تحطيه على البشرة وعلى الجسم. بصوا تحفة جدا. كل العرايس بقى بدل ما تجيبوا الحاجات الاوريجينال الغالية دي، اعملوا بقى الوصفة دي بجد هتعجبكم قوي.
طيب بصوا، هنعمل ايه بقى. هحط احنا خلاص قلنا عندي الروز جولد، عايزه اعمل الجولد بقى. هحط كده، هفتح دي. بصوا شايفين شكله من جوه. انا مش عارفه ليه هو عامل كده، بس هو ممكن يكون جه عليه ميه او حاجه، عشان كده مكتل. هو فعلا جه عليه ميه. بصوا، هو باودر، يعني انتي بتجيبيه اصلا باودر. بصوا هي فضتها. هقلب بقى كله. بصوا لو الجو ساقع قوي بقى، احنا في شتاء، لو سقع، لو اتجمد معاكي الفازلين تاني برضو بتفكيه عادي في الميكروويف او على حمام مائي. بتوطي كده النار على المية، وتحطي البولة دي فوقيها. نديها بس وقتها كده في التقليب علشان يمتزج معايا كويس. بصوا كل لما بقلب فيها كل ما بتجمد معايا. ده اللون الجولد، ولسه كمان هيفتح تاني لما تجمد خالص، تبقى جامدة كده. لسه هيفتح تاني معايا. تمام. بصوا ده شكلها بعد ما جمدت. بصوا شايفين لونها بقى جولد اهو. هو ده اللون اللي احنا عايزينه بقى. كده حتة. بصوا شايفين اللونين بجد تحفة، احلى من بعض. ده الروز جولد او الاكسدي، وده الجولد. تحفة. عملناها بمكونين اتنين بس، حاجة طبيعية. احنا عارفين احنا بنستخدم ايه على بشرتنا. زي ما قلت لكم الكيميكال مش حلو خالص يا جماعة على البشرة. فالافضل طبعا ان اي حاجة بنعرف نعملها نستبدلها فورا. بصوا بقى هقول لكم بقى على تريكايه حلوة قوي بجد، هتدعولي عليها. احنا بقى بنشوف الممثلين بقى وكده عاملين تان، نبقى مبهورين بقى بيه. بصوا بقى هعلمكم ايه. بيبقوا مثلا لابسين اي حاجة، فتلاقوا مكان الحاجه اللي هما التيشيرت مثلا قط او اي وات ايفر يعني اللي لابسينه. هنفترض بقى ان ده ايه، التيشيرت. انا هعلمكم بقى التين بيتعمل ازاي يا ولاد. بصوا بصوا ركزوا. هنفترض مثلا ان ده هي الحماله مثلا بتاعه التيشيرت. هنحط حته كده. بصوا احنا بقى بنبقى مبهورين اصلا، يعني احنا بنبقى مبهورين من شكل التان بقى اللي هم بيبقوا عاملينه. بنبقى مفكرين بقى ان اللون البرونزي ده حاجه صعبه ان هي تتعمل، او بتبقى حاجه مثلا حاجه غاليه. هنعملها بصوا. هم؟ خلي بالكوا الجولد برضو هما بيعملوا باللون ده. هما بيعملوا باللون ده على فكره، بيعملوا التان باللون ده. انا اتلخبطت، بس انتوا يا رب تكون بس الفكره وصلت لكم. هما بيعملوه باللون ده اللي هو الروز جولد. يعملوا كده حوالين حوالين التيشيرت كده اللي هم بيبقوا لابسينه يعني. بصوا هنفترض بقى ان ده اللون برونزي زي ما اتفقنا. تمام. هتيجي بقى ايه، تشيلي التيشيرت بقى وتلبسي حاجة تاني بقى. هيبان بقى الفرق اللي هو ده، فرق اللون. وده بقى اللون برونزي، فاحنا بقى يتهيأ لنا بقى ان ده بقى لون برونزي بقى من الشمس، وهي عاملة تان بقى من الشمس وواو كده. بس هو بتبقى بالحركة دي، حركة سهلة. على فكرة انا اكتشفتها لوحدي. انا والله ما خلصنيش ان انا اعمل لكم التين باللون الجولد كده، وانتوا ما يبقاش الفكره واصله لكم. تمام. فهعمل ايه برضو، هجيب برضو الشريط الستان تاني اللي انا تعبته معاه اهو. ده كانه التيشيرت مثلا، ودي الحماله يعني. اهو بصوا التين بقى بيتعمل باللون ده يا بنات، اللون اللي هو ده الروز جولد ده. بصوا. تمام. لا هو مش باين قوي، بس عشان انا الاضاءه عاليه، عشان عليت لكم الاضاءه فهو مش باين قوي.
محتاجة ايه اطفي الاضاءة اهو. بصوا، هنشيل بقى، هنفترض ان دي الحمالة زي ما اتفقنا، هنشيلها اهو. تان ده ولا مش تان؟ اهو تان الشمس اهو. اهو بصوا، طبعا على الجسم هيبقى واضح اكتر يعني، بس انا بوريكم، بوصل لكم الفكرة. نسيت بقى كنت اقول لكم على حاجة، ان زيت الجونسون تقدروا تستخدموه كبديل للفازلين. يعني هو الهايلايتر بدل ما هيبقى كريمي كده، هيبقى زيت. ممكن تحطيه في السبراي، عارفين الازاز اللي هي بتاعه الكحول دي اللي بنستخدمها للكحول؟ تقدري تحطي الزيت ده في الازازه اللي هي بتاعه الكحول دي، وتحطي الدست على طول. ولو عايزه تعززي الريحه بتستخدمي اي نوع زيت عطري زي ما قلنا. لو بس حابه تستكفي بالزيت الجونسون، هو ريحته برضو حلوه يعني. بس حاجه اخيره بقى، عشان عارفه ان انتوا هتسالوني عليها. كنت عايزه بقى اقول لكم حاجه، الشمعه القمر دي كنت عاملاها معاكم، عشان عارفه برضو ان هيجيلي اسئله كتير على هي حاجه بستخدمها يعني في الوصفات، بتلفت نظركم، بتسالوني عليها، وطبعا ده بتبقى حاجه بتفرحني جدا. الفيديو ده هتلاقوه، هسيبه لكم برضو مع فيديو المخمريه. فيديو المخمريه وفيديو الشمع هسيبه لكم في الديسكريبشن، عشان لو حابين تشوفوا الوصفات كامله هتلاقوها في الديسكريبشن. وكده بقى خلص الفيديو معانا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير، وتأكدوا ان انتوا عاملين اشتراك للقناة. بصوا، تحفة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. باي باي.